قلديني، حلوه دي. طب حتى ما فيش شعر علشان اقعد اعمل كده زي ما بتعمل في شعرها. شكرا، خلاص ماشي. اوكي، اديني نصيحه بخصوص علاقتي العاطفيه اللي هي مش موجوده اصلا. اوكي، لما تبقى موجوده. ايوه. اول ما تبقى موجوده هديكي النصيحه على طول. ما تبوظليش اسئلتي. اول ما يبقى فيها اقول لك. خليكوا شاهدين يا جماعه. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. احكي عن فترة كانت صعبة وانا وقفت جنبك فيها. اوكي، يعني مش هفكر كتير يعني، بس هي اكتر حاجه كان وقت تيتا لما كانت تعبانه في وقت تخرجنا يعني كلنا. بس الوقت ده كان من اصعب الاوقات يعني، وحسيت ان كل اللي حواليا محدش مستوعب انا بعدي بايه زيك يعني. استحملتيني كتير بس لغايه دلوقتي يعني. ما تقوليش كده بس. عيب يا سيد، احنا اهل. بس فدي من اكتر المواقف يعني. اوكي، كنتي تتخيلي اننا نفضل صحاب طول الفتره دي؟ وايه سر صداقتنا؟ بصراحة لا. شكرا. لا يعني ما كنتش متخيلة ان احنا يعني هنعرف نبقى مع بعض كل الفترة دي، لان انا عندي مشاكل كده. كلهم بيمشوا يا باشا. دي نفس ان اكيد مش هنكمل، اكيد في حاجة، في ان في الموضوع يعني. ايوه. بس لا، اللي بيميز صداقتنا ان احنا دايما فاهمين بعض وبنحترم اراء بعض حتى لو هي مختلفة. يعني حتى لو انتي اصلا بتحبي حاجات تانية غير اللي انا بحبها برضه هحترمها. كل الحاجات اللي بتحبيها يعني بعيدا عن الموضوع. هاديه قوي وانا يعني بس بنحترم اختلاف بعض. يعني انا معاكي ببقى اكني وجهة نظرك، وانتي معايا اكنك وجهة نظرك. ايوه دي حقيقة. موقف انتي استجدعتيني فيه ومش هتنسيهولي؟ كتير قوي. زي ما قلت ساعة وقت تعب تيتا، وعموما يعني بحس في ايام الكليه برضو اغلب المشاريع اللي بسقطها كنتي بتساعديني فيها. ماده حفره اصلا دي مش عارفه هي عباره عن ايه، انت اللي ساعدتيني فيها. وقت ما بدات ويدو برضو البروجكت كنت انت اللي بتسبورتي، فحسيت انه كل الحاجات اللي بعملها انت دايما بستجدعك فيها يعني. احنا وراك. اول حاجه بتفتكريها لما اسمي يتقال قدامك في قعده؟ صاحبتي واختي كده. لا يعني معلش، محتاجه حاجه اوضح من كده. هي اول حاجه ما الناس عارفه ان انا صاحبه. ان اكيد اكتر واحده هتبقى فرحانه لي في اللي انا بعمله. دي حقيقه. ايه اكتر حاجه مميزه في صحوبيتنا؟ اوكي، بحس ان احنا مفيش ضغط، يعني عارفه لو مش حاطين بعض تحت ضغط انه لازم ابقى فاكره حاجات معينه او بعمل حاجات معينه او ما اعملش حاجات معينه عشان تبقي مرتاحه يعني. وبحس ان انت بتهتمي بكل تفصيله بقى، مش تفصيلتي انا شخصيا، اي حاجه تخص اي حد تبعي. بس فبحس فكره عدم وجود ضغط دي بتبقى مريحه يعني، حتى لو باقي علاقاتي مثلا او علاقاتك ممكن يبقى فيها الموضوع ده، لكن احنا لا، ما فيش ده، فبيخلينا قريبين اكتر وكأننا بنهرب بقى من الضغط اللي في كل حته في علاقتنا يعني. فدي اكتر حاجه بحسها. مش فتره في حياتك كان نفسك نكون فيها صحاب؟ ايام المدرسه، عشان احنا عرفنا بعض في الكليه، فاحنا المدرسه بالنسبه لي الوقت ده كنت محتاجه حد يعني يبقى زيك كده، احنا صحاب ومهتمين ببعض وبتاع، وما يبقاش في الاخر علشان حاجه او عشان مصلحه، او يعني ان احنا نبقى صحاب قريبين كده. تمام. اسالي. حاجه كان نفسك تقوليها لي بس ما جاتش فرصه؟ قولي. انا بقول كله في كل وقت يعني. لا بس بحس ان انا دايما محتاجه اقول لك يعني ان انا ممتنه ان انت موجوده، وان انت مش سبب ضغط عليا في اي وقت من الاوقات، حتى لو انا على طول كده هايبر وطباعي مختلفه عنك، وانك دايما بتسبورتي يعني، حتى في الوقت اللي اقرب ناس ممكن ما تكونش فاهمه انا بعمل ايه او حاجه ملهاش ملامح او مش مقتنعين بيها، حتى انت بتبقي موجوده يعني، ومش بس بتقولي كلام اللي هو لا كملي وهتبقي كويس، لا انت اصلا بتشاركي انه يعني نعمل ده. فدي الحاجات اللي بحس ان انا محتاجه اقولها لك دايما، انا بقولها على طول يعني لما اكرر، مش حاجه ما قلتهاش بس يعني، بس بحس انه محتاجه عادي جدا محتاجه اقولها دايما يعني.
اوكي. اكتر لحظه كنتي فخوره بيا فيها؟ لما عملتي البروجكت بتاعك لو واستمريتي وكملتي، ومهما كانت في حاجات بتقف او حاجات صعبه او مش حاسه ان الدنيا بتبقى ظابطه في كل الاوقات وبتاع، وكملتي واستمريتي بقيتي زي الفل دلوقتي. اكبر اكبر خلاص، بس هنقطع من هنا. مش هنكمل. ماشي. كبير قوي. بتعتبريني ايه بالنسبه ليكي؟ بعتبرك اختي وصاحبتي المقربه، يعني صاحبه عمري زي ما قلت لك قبل كده. وده احساس كان اول مره احسه مع حد يعني. والعيله كلها بقى بتعتبرك اختي. واحده من العيله خلاص، انا بقيت واحده من العيله. مش انا بس فبحس كده يعني. فاكره ايه هي اول هديه جبتها لك؟ انا شخصيا مش فاكره يعني اول هديه، لا مش فاكراها دي. أيوة. مش فاكره اول هديه، بس ايه اكتر هديه؟ في كذا هديه بحبهم انت جبتيهم لي. في سلسله اللي انت جبتيها لي دي كانت مميزه قوي، عشان انت اهتمتي بالتفاصيل قوي. عشان عارفه ان انا اصلا عشان عارفه ان انا بهتم بالديتيلز قوي. اوكي. ودي ايوه انا بحبها برضه، عشان بصراحه يعني عمري ما كنت متوقعه ان ممكن تكتبي لي الكلمه دي، يعني ان صاحبه عمري دي بصراحه كانت بالنسبه لي اثرت فيها قوي. اوكي يلا اسالي. ايه اكتر حاجه مهمه بالنسبه ليكي في الصداقه؟ اوكي. يعني مساحه الامان او الراحه اللي بكلمك دايما انها موجوده ما بيننا يعني. وبرضه فكره ان احنا بندي لبعض فرصه، او ان الاتنين صحاب يدوا لبعض فرصه انه يكون اللي قدامه ظاهر للاخر، يعني اللي هو واحنا بنتكلم انا بسمعك او انت بتسمعيني للاخر، مهتمه بتفاصيلي زي ما يعني. بحس فكره المشاركه برضه، انه ما يكونش حد دايما هو اللي بيقدم والتاني لا. بس اوصفي صداقتنا في كلمه كويسه. بنحترم بعض. اوكي دول كلمتين. ماشي معلش. ماشي. يلا. لو حد سألك عليا هتوصفني ازاي؟ هقول ان هم اكيد هيبقوا عارفين ان انت صاحبتي المقربه يعني اختي. ايوه. لا هقول ان انت حد مجتهد وشاطر، وحد امين قوي في كل حاجه بيعملها، يعني سواء علاقاته او شغله، حتى في ان حد ياخد رايه مثلا في حاجه، مش عشان انا صاحبتك فهتقولي لي لا انت صح دايما. بس فبحس اكتر صفه مميزه فيكي الامانه، يعني انت بتحبي تدي كل حاجه وقتها حتى لو ده هيجي عليكي يعني. بس تفتكري يوم فرحي هيبقى عامل ازاي؟ لا دي هتبقى حفله. يوه دي هتبقى يا لهوي. متخيله ده انا بحضر لها من دلوقتي. قولي لي. لا هيبقى يوم تحفه طبعا. اوكي. تبقي احلى عروسه. ايوه. طب يعني متخيله يبقى عامل ازاي؟ هيبقى كله رقص وتنطيط وبتاع. أيوة. وزيت تفتكري ممكن احب اعمله فين مثلا؟ فين؟ اه في اسوان يعني. معروفه. هي مفضوحه قوي بس مش هنيجي. لا مصر كلها عارفه. هحجز لك انت. ماشي. اوكي يلا. ايه احلى هديه جبتها لك؟ كل الهدايا بصراحه. لا بحسك كمان مميزه قوي عني في الحته دي، بتركزي قوي في التفاصيل. اللي هو مثلا بحب الحاجات الافريكان، فلا انا مش هجيب حاجه افريكان، لا انا هدور على قماش او اطبعه اصلا. هنجيب الصوره الرسمه لا الكارديجان ده بصراحه من اكتر الحاجات اللي كنت مبسوطه بيها. حسيت ان انت مهتمه بكل تفصيله، حتى الليبل ومكتوب عليه just for you، اللي هو يعني حسيت ان انا منبهره، اللي هو ايه ده. تخيلتش ان حد يبقى مهتم بكل تفصيله في هديه ليا يعني. بس بحس كل هديه بتبقى مميزه، يعني بتبقي مهتمه قوي انا نفسي في ايه اللي قلت عايزه اجيبه او بحبه. فانا بسقط تفاصيل كتير. انت لا بتبقي مركزه في كل شخصيه الناس. بس هو الكارديجان ده من اكتر الحاجات اللي بسطت. اوكي حلو السؤال ده. حاجه نفسك تغيريها في شخصيتي؟ مفيش كتير قوي. كلك مميزات. يا ولا. مش عارفه. اكيد في. ما تهزريش يعني. انك ما تاخديش الحاجه على جوه قوي، يعني أيوة. تبقي زي كده. اتعلمي مني. ما تاخديش الحاجه على جوه قوي وتبقي الدنيا عادي. يعني خليكي فريش. مش حاجه. هنحاول. ايوه طبعا. ماشي. احلى يوم قضيناه سوا، احلى خروجه.
مش فاكره حاجه محدده، بس مثلا اتبسطت قوي ساعه يوم تقديمنا في اي تي اي ان احنا كنا بنشارك في ده، واحنا نازلين ندور على البليزر بقى تفاصيل كتيره يعني. لا يعني اتبسطت ان احنا عدينا في ده سوا وخرجنا قضينا اليوم كله سوا يعني. وبرده لما اتقابلنا في اسوان لما احنا كنا مسافرين في نفس الوقت اللي انتي مسافره فيه، دي كانت من الخروجات اللطيفه برده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تلعبوا اللعبة مع الناس القريبين ليكم تقدروا تطلبوها دلوقتي من رسائل الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك وتوصل لكم لحد البيت. ما تنسوش تحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. يا جماعة مستعبت.